محمد القدوسي الكاتب الصحفي، وكذلك الأستاذ رامي محسن مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية. مرحبا بكما. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني أستاذ رامي، نبدأ من الأحكام التي صدرت بحق صحفي الجزيرة. ما كان أغنى النظام عن مثل هذه الأحكام؟ يعني لماذا يتعرض للصحفيين الذين ربما لهم من يناصرهم ولهم مؤسسات تقف وراءهم وتشوه صورة مصر بهذه الصورة في العالم بأسره؟ طيب. ما الذي يدعو إلى هذا الأمر في رأيك؟ سياسيا هل هذه حصافة يعني؟ طيب، خلينا نبتدي في البداية ان احنا بس نوصف الامور بطريقة قانونية صحيحة. انا مش عايز اتكلم سياسة، عايز اتكلم قانون الاول ثم سياسة. اما عن الناحية القانونية فهو صدر حكم في القضاء، فما دام صدر حكم قضاء فانا مش من حق اتكلم في حكم القضاء ولا اعلق عليه ايجابي او سلبي فعلا وقولا، لان انا اجد انه في بدايه الكلام يعني مش من حقك ازاي انك تعلق على يعني حكم القضاء مش عايز اعلق عليه، احلله لكن مش اعلق عليه صح او غلط. ممكن نتباحث فيه ونشوف اذا كان ده صح ولا غلط، ده نتباحث فيه، لكن صدر حكم قضاء واجب التنفيذ فينفذ العقوبه، مش كده؟ هل تريد لكن أن تقول صراحة نعم. أن أحكام الإعدام صادمة حتى لمؤيدي الانقلاب، وأن مثل هذه الأحكام بحق الصحفيين لا دخل للسياسة فيها؟ ما انا زي ما انا قلت لك، اديني فرصه اوضح. اتفضل. يعني اتكلم وبعدين حضرتك تقاطعني زي ما انت عايز بعد أنا بسأل لا، ما انا اكمل الاجابه اتفضل. عشان تقدر تفهمني كويس. اللي انا عايز اقول لحضرتك بوضوح شديد، صدر حكم من القضاء، مش كده؟ ايا كانت التهمه وايا كان اللي حصل، صدر حكم في القضاء. دائما نتحدث في المبدا العريض الا وهو انه لا تعليق على احكام القضاء. بس انا للاسف الشديد بلاقي، انا مش بتكلم على الوقت الحالي، بتكلم بالعموم، ما بلاقيش هذا المبدا يطبق. وده قص المشكله كلها. المشكله انه ما بلاقيش حد يطبق انه لا يعلق على القضاء، لا يعلق على احكام القضاء، ينافذ ذلك، يقول لا ده مش من حقه يحكم وده حقه يحكم. واحد. اتنين، ما صدر من احكام، لو جاز لي التعبير، في الاونه الاخيره هي نتاج مخالفات قانونيه. انا بتكلم بلغه قانون. المخالفه القانونيه من ارتكبها يطلع صحفي، يطلع مذيع، يطلع معد، يطلع دكتور. هناك قانون صح او غلط، مش دي القصه اللي بتكلم فيها، بس اسمه قانون. نعدل القانون الغلط او الصح دي قضيه اخرى. اما القضيه اللي انا قدامي نص قانون بيقول لو عملت كذا هتعاقب بكذا، لو عملت كذا هتعاقب بكذا. من يفتعل هذه الافعال يعاقب عليها طبقا للقانون. ده التوصيف اللي انا افهمه من شغلي 18 سنه قانون. انا افهم كده، افهم ان طيب قدام يعني النصوص. هل هذه فكرتك او هل هذا مفهومك، هذا رايك يعني؟ بالظبط. لا مش ده رايي، ده لا، واقع هل الحال. اكملت ايصال فكرتك؟ انا اكملت ايصال فكرتي، اللي هي ما دام في حكم قضى، ما دام في افعال تم اقترانها نتاج مخالفه هذا القانون اعاقب عليها. استاذ محمد القدوسي، الامر في منتهى البساطه. احكام قضائيه اخذ القانون مجراه، مخالفات يرتكبها البعض، لا احد فوق القانون، لا مذيع ولا صحفي ولا معد ولا غيره. لماذا تقيم الجزيره الدنيا ولا تقعدها؟ لماذا يقيم العالم اصلا الدنيا ولا يقعدها؟ شوف، الحقيقه انه لا احد فوق القانون، هذه حقيقه، ولكن ما نصيب القانون من هذه الاحكام 0%. اثنين، ان حكايه لا تعليق على احكام القضاء هذه وهم واسطوره واكذوبه لا تنهض على قدمين. من يدعيها يقول لي جابها منين؟ الحقيقه ان احنا كلنا بنعلق على احكام القضاء، ولولا ذلك ما كانش يبقى التقاضي على درجات واروح الاستئناف، ولما اروح الاستئناف اعمل مش عارف ايه وايه 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 وايه، ويقف المحامي يرص رص ويقول وقد اخطات المحكمه وجانب تقديرها الصواب وكانت عندما قالت مش عارف ايه. كويس؟ فاذا حكايه ان ده مبدا، ده كلام لا جه لا في قران ولا في سنه ولا في قانون. مبدا جه منين بقى؟ ده جه عند هؤلاء الذين أرادوا أن يستكملوا شكل الدولة البوليسية فأحاطوها بسياج من قانون موهوم، وقال لك أصل دي أحكام القضاء ولا تعليق على أحكام القضاء، لدرجة أن قرارات النيابة بقت تعامل هذه المعاملة. لما يجي يقول لك أصل وكيل النيابة بحقق معاه، أنا ما أقدرش أعلق على أحكام القضاء، وحد قال أن النيابة جزء من السلطة القضائية؟ لا، النيابة مش جزء من السلطة القضائية. لا، أنا بتكلم في إطار الحكاية دي، في إطار ما يتردد في هذا السياق. إذن تعال بقى نشوف هو ايه يعني نصيب الحكم اللي صدر ضد صحفي الجزيره. اولا، احنا كنا بنتكلم في مصر في الغاء الحبس الاحتياطي، واعتقد ان صدر 3 قوانين ورا بعض ايام مبارك وايام محمد مرسي في الغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين، يعني ان الصحفي لا يحبس احتياطيا فاذا به يسجن سجنا مشددا. يعني احنا مش رجعنا لعصر اول مبارك، لا ده احنا رجعنا لاول ايام الاحتلال الانجليزي. سلطة السيسي تمارس ما كان يمارسه كرومر بالضبط. أنا رجعت 200 سنة بظهري لورا. دي نمرة واحد. حق حرية الصحافة ده مش عشان الصحفيين على راسهم ريشة كما كان يقول مبارك عن جهل،
لكن حرية الصحافة هي حرية المجتمع، بمعنى أنه حرية تداول المعلومات، الحق في تداول المعلومات الذي تنص عليه كل الدساتير الحديثة. هتداول المعلومات في فرن البوتاجاز، هتداول المعلومات في الصحافة، في الجورنال وفي القناة التلفزيونية وفي الراديو. الحق في الشكوى، الحق في ان انا انتقد الاوضاع. الصحافه كسلطه رابعه او الاعلام كسلطه رابعه في العالم كله، سيتم ده عبر ايه؟ عبر الصحف. اذا الصحف هي عين الناس واذن الناس ولسان الناس. إذا أنت جيت تقول إن أنا هحبس الصحفيين، فأنت تقطع ألسنة الناس مش الصحفيين، وتفقع عيون الناس وتثقب أذان الناس. إذا أنت تحول المجتمع إلى مجتمع القرود الثلاثة، لا أرى، لا أسمع، لا أتكلم. خليني أسأل الأستاذ رامي بشأن المقارنة البسيطة التي سيجريها المواطن البسيط أيضا في رأسه. في عهد محمد مرسي حتى الصحفي الذي كان في طريقه لأن يدان، الرجل تدخل وأمر بالعفو عنه وتنازل عن حقه في هذه القضية. كيف يمكن أن يحتمل هذا المواطن بعد ما قيل أو ما يتردد في الإعلام المصري ليل نهار أن هناك ثورة جاءت لتحرره من حكم الإخوان، ثم يأتي في نهاية المطاف الصحفيون ويلقون هذا المصير؟ طيب بس عندي تعليق على طبعا يعني أضف إلى ذلك المنع الذي يتعرض له بلال فضل وإبراهيم عيسى، عفوا مش إبراهيم عيسى، باسم يوسف وعلاء الأسواني وما إلى ذلك. ماشي. اتفضل. بس عندي نقطتين ممكن بس أوضحهم برضو من الشق القانوني البحت. أما عن الشق الأول إنه جريمة التعليق على القضاء هذه جريمة منصوص عليها أستاذنا العظيم في قانون العقوبات، منصوص عليها نصا واضحا وصريحا. قول لي بقى النص بقى عشان الناس تسمعه. طيب وعشان اتفضل. طيب تأذني إذا ما كانش حاضر نص المادة برقمها موجود معايا حالا، أنا هقوله تأذني أبعادها؟ لا إذا مش واضح، إذا مش حاضر معاك أنا هقوله عشان أبين حجم المغالطة اللي في الموضوع. لا بس ثواني، أنا محامي استئناف. طب كويس. أنا بقول لك بس الفكرة، فنص الفكرة إن على شقين. المرحلة الأولانية إنه لا يجوز التعليق على أحكام القضاء التي صدرت بحكم نهائيا باتا أو حكما صدر من أول درجة. ثواني، اتعدلت من حكم النهائي. انا عارف انك انت عايز تقول حكم نهائي بات. طب خلاص كمل، اتفضل. اما حكم من اول درجه ايضا لا يعلق عليه ما دام يتداول داخل القضاء، ما دام تم الطعن عليه وداخل القضاء لا يعلق عليه الى ان يصدر القاضي الحكم. دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي عايز اقول لحضرتك عليها، ما دام يتداول داخل القضاء، يعني ما دام انا طعنت عليه بالاستئناف ولسه منظور قدام القاضي ما اقدرش اعلق عليه لغايه لما يصدر، لان دي جريمه ثانيه اسمها التاثير على سير العداله. بس عشان الامور تبقى واضحه، لو انا القاضي لسه ما حكمش ولا اعلق عليها ايجابي او سلبي. انا مش عايز اغرق في التفاصيل القانونيه. ده مش تفاصيل، ده توضيح مفاهيم هامه جدا. التفاصيل القانونيه ده اللي يهمني ان انا اوضحه. هل تعتقد ان مثل هذا الحكم اضر ام افاد بصوره مصر في العالم وفي الداخل؟ من وجهه نظر المتواضعه الذي يجانبها الصواب اكثر من يجانبها الخطا، انه إذا كانت هناك مخالفة قانونية وتم تطبيق حكم القانون على هذه المخالفة وصدرت هذه الأحكام، فبالطبع لا يسيء ذلك أو لا يضير ذلك صورة مصر. من وجهة نظري أنا لا أتحدث باسم 86 مليون، لا أتحدث باسم القضاة مصر ولا الشرفاء ولا كذا ولا بعمم. أنا بتكلم بوضوح شديد. إذا كانت هناك مخالفة موجود عليها في نص القانون وتم تطبيق هذا النص بعقوبة رادعة، فما فيش أي أستاذ محمد في عجالة لو تكرمت، في نص قانوني لعدم التعليق في النص يعني. بس حضرتك متفق معايا ان نص القانون، لا انا لا اتفق ولا اختلف. لا انت تقول راي حضرتك مش قصدي يعني نص القانون حينما يوجد ويتم مخالفته فنضع عليه العقوبه. اتفضل استاذ محمد. الاول مره اخرى، لو جيت مسكت المحاكمه بتاعت صحفي الجزيره حتى نفهم كمثال واضح امامنا، يعني عشان ما نتكلمش في نظريات بعيده عن ارض الواقع. انا ممكن اقعد ابين لك ايه حدود التاثير على سير العداله وايه مش عارف ايه، ومن داخل الماده النص القانوني الذي يحمل ما لا يحتمل. اذا كان علي بن ابي طالب قال ان هذا القران حمال اوجه فاوغلوا فيه برفق، اذا كان القران حمال اوجه امال النص القانوني ايه؟ اللي عايز يفرض عليا تفسير محدود ومغلوط لنص قانوني محدود ايضا، ده يبقى كلام مش دقيق. الحاجه الثانيه انه انا عندي الناس دي لما جت اتقدمت للمحاكمه لموا شويه زباله وقدموها كادله اتهام. من ضمن ادله الاتهام اغنيه بولا بولا، ومن ضمن بولا بولا عارف انت الغنوه بتاعت الاطفال دي، ده دليل اتهام. تصور من ضمن ادله الاتهام لقطات للفيله في كينيا. من ضمن أدلة الاتهام شرايط مسجلة من قناة سكاي نيوز وانت بتخاطب قناة الجزيرة. إذن
لو جيت اتعاملت مع ده، الناس بتهجص، دي ناس دي عالم مش فاهمه بتعمل ايه. لو جيت انا احترمت الناس دي يبقى انا اهنت نفسي. لابد ان اهينهم، ولا بد ان ابرئ القضاء المصري من هذه الاشكال الملتبسه. الراجل القاضي اللي قاعد بيقرا الحكم قاعد يقراه بلسان ثقيل، ربنا اللي عالم هو ايه اللي تقله كويس. فاذا انا جيت احترمت مثل هذه الاجراءات واحترمت وجيت نسبت الكلام ده للقضاء المصري، هذه هي الاهانه الحقيقيه للقضاء المصري. الحفاظ على سمعه القضاء المصري، ان نبرئه من هذه الاشكال. ارجو منكم ان تبقيا معي. شهدت محافظات عده مسيرات ومظاهرات ليليه للتنديد بالانقلاب العسكري. ففي مدينه السادس من اكتوبر هاجمت قوات الامن مسيره مناهضه للانقلاب لتفريقها، وقال شهود عيان إن إصابات وقعت بين صفوف المتظاهرين جراء استخدام الأمن طلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة. وفي حلوان انطلقت مسيرة ردد المشاركون فيها هتافات منددة بالانقلاب العسكري، وطالبوا برحيل السيسي وعودة الشرعية الدستورية والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين. وفي الإسكندرية نظم عدد من رافضي الانقلاب مسيرات انطلقت من مناطق عدة بالمحافظة في أسبوع ثوري جديد تحت شعار مصر مش معسكر، وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للانقلاب. تبدأ محكمة جنايات القاهرة اعتبارا من 16 من يوليو تموز المقبل نظر قضية جديدة لمحاكمة أكثر من 500 من رافضي الانقلاب على خلفية أحداث مسجد الفتح في أغسطس آب الماضي. ويواجه المتهمون تهم القتل والاعتداء على قوات الشرطة وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات بمنطقة رمسيس وقسم شرطة الأزبكية التي راح ضحيتها أكثر من 200 قتيل من رافضي الانقلاب. من جانبها قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل 4 دعاوى تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين، وذلك إلى جلسة 28 من أكتوبر المقبل. حددت محكمة الإسكندرية الابتدائية جلسة 8 من يوليو تموز المقبل لنظر الدعوة التي أقامها طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخوانة مصر لتجريم هتاف يسقط حكم العسكر. وطلب محمود في تصريحاته بضرورة تجريم ترديد أو رفع الشعار في وسائل الإعلام أو المظاهرات لكونه يهدد الأمن القومي المصري ويشكل تحريضا مباشرا على المؤسسة العسكرية. من جهة أخرى أجلت محكمة القضاء الإداري إلى الأول من سبتمبر أيلول الدعوة المطالبة بسحب الشهادات الأزهرية من الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بسبب ما وصفها المدعي بالجرائم المتعددة التي ارتكبها القرضاوي في حق الوطن. من جانبها قالت لجنة حصر ممتلكات جماعة الإخوان إنها ستطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على حكم بطلان قرارها التحفظ على أموال 20 مدرسة تابعة للجماعة. طلبت منظمة هيومان رايتس ووتش السلطات المصرية بالإفراج فورا عن النشطاء المحتجزين بسبب التظاهر سلميا احتجاجا على قانون التظاهر، كما دعت الحكومة إلى إلغاء القانون أو تعديله بما يتوافق مع المعايير الدولية. من جهة أخرى أشارت منظمات حقوقية مصرية إلى احتجاز السلطات مئات الأشخاص على خلفية محاولة تنظيم مظاهرات سلمية دون السعي لاستصدار تصريح من وزارة الداخلية. أدانت قناة الرافدين العراقية في بيان لها قرار إدارة القمر الصناعي المصري نايل سات إيقاف بث القناة بصورة مفاجئة ودون إخطار مسبق. وأوضحت القناة أنها حاولت استطلاع سبب وقف البث لكنها لم تحصل على جواب رسمي حتى الآن. ودعت القناة الجهات المسؤولة في إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي ونايل سات إلى العدول عن القرار وإفساح المجال لأداء رسالتها الإعلامية. من جهتها أعلنت قناة العراقية الرسمية أن إدارة النايل سات أغلقت قناتي البغدادية والرافدين العراقيتين بناء على طلب من هيئة الإعلام والاتصالات العراقية بتهمة التحريض الطائفي وتهديد السلم الأهلي. عودة إلى ضيفي والسؤال إلى الأستاذ رامي. يعني مسألة قناة الرافدين والبغدادية، الرافدين والبغدادية مظبوط، والحدث العراقي، هذه القنوات أغلقت. يعني احنا تحدثنا عن البغدادية والرافدين، لكن الحدث أيضا
لقيت نفس المصير. ضع هذا المشهد إلى جوار مشهد اعتقال الصحفيين ثم الحكم عليهم بهذه الصورة، ثم ضع إلى جوارهم المشهد الآخر الخاص بقتل الصحفيين مثل ميادة أشرف وغيرهم، لتحصل على صورة كبيرة يعني رسالتها واضحة تماما للعيان في رأي كثير من المنتقدين. كيف لا يعني خلط الأوراق. يعني خليني أقول لحضرتك إنه أما عن إغلاق القناتين نفسهم قالوا إحنا مش عارفين إيه السبب، واحد. اتنين، ربما يكون السبب عكس ذلك أو تلك، يعني هم نفسهم قالوا أنا مش عارف إيه السبب لغلق القناة. القناة العراقية الرسمية أوضحت السبب، والبغدادية طلب من المالكي بإغلاق يعني الاثنين اتقفلوا تم إغلاقهم. هم قالوا في البيان، حضرتك لسه قال الخبر كالتالي، إن هم مش عارفين إيه السبب. اللهم القناة الأخيرة قالت إن السبب إن هي تحرض على كذا وكذا وكذا، لكن رجعت تاني قالت إن ما جالناش جواب رسمي. خلاصة القول بس مش رجعت، الذي قال إنه ما تحرض على العنف والفتنة الطائفية ليست إحدى القنوات المغلقة، لكنها قناة العراقية الرسمية، يعني الممثلة أو الناطقة بلسان حكومة المالكي تقول هذا الأمر، إن إدارة النايل سات والسلطات المصرية استجابت لطلب من الحكومة العراقية لإغلاق هذه القنوات. يعني الأمر بقرارات إدارية فقط، مش فكرة قرارات إدارية. بس اللي عايز أستوضحه من حضرتك، اللي اتقفل ده بقرار من السلطة المصرية ولا بتحريض من السلطات العراقية على قناة عراقية؟ باختصار شديد كما تقول قناة العراقية الرسمية، إن السلطات العراقية طلبت من السلطات المصرية إغلاق هذه القنوات فاستجابت ببساطة شديدة. أنا أتصور أن الأمور لا تدار هكذا، إن يعني تليفون يجي لحد فيقفل قناة ويفتح قناة. أتصور الأمور لا تدار هكذا. هو ما حدش طلع من القنوات، ما حدش طلع من الحكومة المصرية أو السلطات المصرية ينفي مقالته العراقية ولا يوضح سبب ولا يؤكد ولا يوضح السبب، يعني ولا ينفي ولا يوضح السبب لغاية هذه اللحظة. بس أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، بس عشان خلط الأوراق يعني ما نمسكش حاجة ملهاش معنى ونمسك فيها. اللي أنا عايز أقول لحضرتك، أنا مش عارف إيه خلط الأوراق، يعني ما أنا هقول لك، يعني الأوراق في الكلام اللي بقوله، ما احطش مشهد غلق القناة مع موضوع الصحفيين مع الحكم مع كذا واركب منها صورة مختلفة. ما نمسك كل موضوع على حدة نبص عليه نظرة يعني موضوعية بحت. اللي عايز اقول لحضرتك ان غلق اي قناة في مصر بيكون على حاجتين، اما مخالفة الترخيص او مخالفة المواد القانونية الخاصة بالبث وكذا وبتاع. غير الحاجتين دول لا تغلق. يعني ما عندنا قنوات كثيره تتحدث ما تمش اغلاقها، اشمعنى القناتين دول؟ ما هو ده يدعو للسؤال اكثر. استاذ محمد القدوسي، هناك الكثير، هناك ترسانه من القنوات المصريه تحرض يوميا على اشمعنى الاثنين دول داخل. لا، ما انا بسال، هقول الاستاذ محمد القدوسي لماذا يترك المجال منفسحا؟ على فتنه داخل ايه؟ داخل مصر نفسها. كويس جدا. يعني قنوات الاعلام المصري، القنوات الفضائيه اللي انت عارفها، اللي هي بتحرض على الفتنه بين المصريين والمصريين لصالح سلطه الانقلاب، اللي هو بيقولوا احنا شعب وانتم شعب. وسلطه الانقلاب هي السلطه التنفيذيه تختزل السلطات كلها، والسلطة العسكرية تختزل السلطة التنفيذية، وعبد الفتاح السيسي يختزل السلطة العسكرية. فعبد الفتاح السيسي هو الإمبراطور عبد الفتاح السيسي الأول اللي يؤمر فينفذ أمره، ثم يبحث لهذا الكلام عن تبريرات مدهونة بالأي كلام زي شريط بولا بولا كده اللي أنا قلت عليه. وبعدين يجي يقول لك ده حكم القضاء. الحكاية إيه؟ العقد شريعة المتعاقدين. مش الأستاذ محامي برضو؟ العقد شريعة المتعاقدين. أفي الله شك، أفي الله لا أنا بكمل كلامي. لا أنا عارف إن الثلاث قنوات اتقفلوا. أنت عارفهم ولا أول مرة تسمع الخبر؟ لا أنا عارف يا حبيبي إن الثلاث قنوات اتقفلوا وأنا بكمل كلامي. دلوقتي العقد شريعة المتعاقدين، لو جبنا واحد واخد يعني سنة أولى حقوق هيقول الكلام ده، مش محتاجة محامي كبير يعني. فلما يجي العقد ينقض بمخالفة واضحة لشروط العقد وبدون عرض على القضاء، فهذه جريمة. ده اعتداء على أموال. حصل اعتداء على أموال واعتداء على حق التعبير. السلطة التي اعتدت على أموال هذه القنوات وعلى حقها في التعبير هي سلطة مجرمة ارتكبت جريمة واضحة، ولا مجال لتبريرها ولا لتفسيرها. ولما تيجي القنوات تقول احنا مش عارفين هو اتقفلت ليه، هي هنا بتثبت حقها في ان ما حدش بلغنا وما حدش قال لنا وما حدش رفع ضدنا قضايا، مش انها بتقول احنا مش عارفين. الابعاد السياسية باختصار شديد، هو ليه السيسي رايح النهارده الجزائر؟ العسكري المنقلب رايح يزور الانقلاب السابق. هو ليه السيسي بينه وبين المالكي تعاون؟ الانقلاب الناعم الذي جرى في العراق ويتعاون مع الانقلاب الواضح الذي جرى في مصر. وسمعنا وتردد ان في 7 مليون دولار اندفعوا من تحت الترابيزه نظير اغلاق هذه القنوات. وفي الاطار العام هذه سلطه تعادي حريه الصحافه وتعادي حريه الاعلام، اعني سلطه عبد الفتاح السيسي. ارجو منكم ان تبقى معي. اعتبرت القاهره
أو نشكر ضيوفنا في الحقيقة. نشكر الأستاذ بس محمد ليه تعليق بس القدوسي اخير. وأشكر طيب الأستاذ انا بس ليه رامي. تعليق اخير بس ليه في 30 ليه ثانيه. ليه في تفترض ان ليك تعليق في اخير؟ نصف- طب يعني انا هاخد نص دقيقه في كمان. في 10 لا ثواني فقط. لا ليه مع صحيح مش معلش- صحيح. معلش يا أستاذ محمد. لا ما انت خدت دورك. لو سمحت، لا لو مش سمحت. هسمح بعد اذنك. نص لا دقيقة. والله ولا ده ثانيه. انا عايز اشكرك. اتفضل. لا مش عايز أتعلق. أستاذ رامي اتفضل. ده انا عايز اشكره مش عايز اعلق. انا بشكرك وبشكر استاذنا وانا بشكرك جدا. طيب في عجالة لو مش عايز تكرمتم. أعلق وانا عليه. بشكرك جدا. بس دايما صدق المعلومات يوثق ارجوكم مش نقولش كلام في الهواء. والمعلومات قلناها ملوش معلومة. صادقه ومحدده طيب أشكركم ودقيقه. شكرا جزيلا في أستاذ عقود محمد القدوسي ألغيت، الكاتب في عقود الصحفي، ألغيت وأشكر الأستاذ بالطريق رامي الاداري محسن بالطريق مدير السلطوي المركز العسكري الوطني من قبل عبد للاستشارات الفتاح البرلمانية. السيسي شكرا عشان جزيلا قبض لكما. فلوس. اعتبرت القاهرة